ازيكم؟ تعرفوا ان احنا نقدر نمنع جريمه قبل ما تحصل؟ ومش بس كده، احنا كمان نعالج سلوك المجرم. طب تعرفوا ان احنا برضو نقدر نقلل معدلات الطلاق وتشتت الاسر والاطفال الصغننه يا عيني اللي بتتوه في النص دي؟ طيب تعرفوا ان احنا نقدر نعزز شخص رياضي جدا نخليه اكثر حماسا واكثر نجاحا؟ طب تعرفوا ان الاتش ار عندكم في الشركه المفروض يكون دارس علم نفس اصلا، ولو مش دارس علم نفس مش هيعرف يقوم بيكوا وبالشركه ويطلع لقدام ويخلي الوضع افضل. وطبعا لما الوضع هيبقى افضل القبض هيبقى افضل. فالاتش ار لو مش دارس علم نفس مش هتعرفوا تطلعوا لقدام ابدا. طب تعرفوا ان الاعلانات اللي انتوا بتشوفوها علشان تحمسكوا وتحفزكوا ان انتوا تقوموا وتروحوا تشتروا المنتجات دي برضو كل اللي قايم عليها قايم عن علم النفس؟ طب بذمتكم ينفع نبقى في 2025 ولسه في حاجات فاهمينها غلط من ضمنهم علم النفس؟ جاهزين بقى نتعلم مع بعض حاجه جديده وانا وانتوا نبتدي نفهم حاجات ما كناش فاهمينها قبل كده؟ لو مش جاهزين اجهزوا بسرعه وجهزوا حاجه تشربوها علشان هنفهم ونفسر مع بعض حاجه مهمه قوي. لو جاهزين يلا بينا. النهارده هنشرح ونتكلم مع بعض عن علم النفس وهفهمكم ازاي علم النفس بيدخل في كل المجالات اليوميه وكل حياتنا كل يوم واحنا مش عارفين. ويلا بينا ناخد بايد بعض ونزود بعض بمعلومات تفيدنا، ويلا بينا نرجع وطننا العربي ووطننا الحبيب مصر كمنبر ومكان بيطلع منه العلم، مش مجال بيستقبل الحاجات الوحشه بس. انا وانتوا مع بعض هناخد بايد بعض ونطلع لقدام واحده واحده. كل واحد في مجاله هيهتم بمجاله اللي متخصص فيه ويقدر ينشر الوعي والعلم اللي ربنا رزقه بيه. وبما ان انا ربنا اختارني علشان اتخصص في علم النفس، فالقناه دي والفيديو ده اول فيديو في القناه الخاصه بالمعلومات العلميه اللي هتكون خاصه بمجال علم النفس، واللي هنقدر من خلالها نفهم ونستوعب ونفسر علم النفس ونفهم ازاي نقدر نستغله ونستفيد بيه ونخلي حياتنا افضل عن طريقه ومن خلاله. فلو انتوا جاهزين انا كمان جاهزه، يلا بينا نبدا نشرح علم النفس. بس قبل ما نشرح علم النفس تعالوا اشرح لكم العلم ككل اصلا عباره عن ايه، علشان ده اللي هيخلينا نطلع مع بعض اول سلمه في البرج اللي احنا هنبنيه مع بعض بناء على المعلومات اللي احنا هناخدها في كل فيديو. معلومه على معلومه على معلومه هتخلينا نقدر نبني برج كبير وسور عظيم يقدر يحمينا من اي اثر سلبي هيجي علينا وعلى ولادنا وعلى بلدنا. فبما ان احنا شابات وشباب زي الورد، بما ان احنا هنبقى ملزمين في تربية وتعديل سلوك جيل كامل جاي، فاحنا لازم نبقى فاهمين ومستوعبين الوضع والمكان والدور اللي ربنا اختارنا علشان نقوم بيه. فأول حاجة يلا بينا نفهم ايه هو العلم. العلم هو سلسلة مترابطة من المشاهدات والملاحظات والتجارب الخاصة بكل مجال. العلم دايما بيبدأ بسؤال، يعني لو هندي مثال مثلا كده عن جراحات القلب او جراحات المخ اللي عن طريقها بقينا بنقدر ننقذ حياة ملايين من البشر، لو ما كانش من البداية حد متخصص في المجال ده سأل سؤال وهو انه ازاي مثلا ينقذ بني ادم، او ازاي القلب بيشتغل، او ازاي يقدر يقوم بعملية معينة، لو ما كانش سأل السؤال ده ما كانش هيفضل يدور لإجابة عن السؤال ده، وبالتالي ما كناش هنقدر نوصل لأي حاجة من اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فالعلم بيبدأ بسؤال، هنبدأ بسؤال بعد كده هنبتدي ندور ونبحث، سواء احنا لوحدنا او احنا مجموعة كاملة بندور على اجابة السؤال، وكل ما نلاقي حاجة ندونها ونكتبها ونوصل لإجابة ونسيب الإجابة دي للجيل اللي بعدنا. بيجي الجيل اللي بعدنا اللي مهتم بنفس المجال ونفس التخصص بيسأل سؤال تاني، يجي يراجع على الإجابات اللي الجيل اللي قبله سابها له كميراث، يعني ده ورث. أنا بشوف العلم ورث وبيتورث، فبيروح يراجع الإجابات اللي شافها في كل المجالات كلها. أي مجال أنتم مهتمين بيه لو دخلتوا تعملوا بحث هتبتدوا تلاقوا معلومات قديمة سابها علماء قبل كده. علشان كده برضو احنا كجيل حالي المفروض لما ندور على حاجة ندونها علشان نفيد الاجيال اللي بعدنا، زي ما انا بعمل دلوقتي بدون كل حاجة اتعلمتها علشان افيدكم دلوقتي ونستفيد انا وانتوا
علشان احنا اللي هنربي الجيل الجاي ان شاء الله ونطلعه افضل مننا بكتير. ودي طبعا امنية اي اهل. علشان كده بندون وبنبتدي نتعلم انا وانتوا، وبنسيب لهم برضو العلم اللي احنا هنسيبه لهم دلوقتي، وهيجوا هما يبقوا اشطر مننا ان شاء الله، ويبتدوا يطوروا اكتر، ويبتدي يبني اجابات جديده. لو لقى حاجه غلط بيصلحها، لو لقى حاجه صح بيبتدي يزود عليها. ومن هنا بنوصل للتطور اللي بنوصل له في اي مجال من المجالات كلها، سواء مجال الطب او الكيمياء او الفيزياء او علم النفس اللي انا بحبه وبحس ان هو بيفيدنا كلنا، وهو ملاذنا الامن والوحيد اللي المفروض كل البني ادمين سواء متعلمين او مش متعلمين، كبار وصغيرين، المفروض يبقوا فاهمين علم النفس ايه هو وايه دوره في حياتهم. علشان زي ما قلت لكم احنا اللي هنربي الجيل اللي جاي، فاحنا لازم نبقى شاطرين قوي واحنا بنربيهم علشان نبقى مأدين مهمتنا ودورنا على اكمل وجه. علشان كده قررت اعمل القناة دي، وعلشان كده هفضل احاول افسر واشرح كل حاجة بتعلمها بطريقة مبسطة جدا، علشان انا عايزة صغير وكبير يستفيد. فيلا بينا بقى دلوقتي ندخل على المرحلة اللي بعدها. تعالوا بقى ندخل على المعلومة المهمة بتاعت الفيديو ده، وهو تعريف علم النفس نفسه. هل علم النفس بتاع المجانين؟ هل انا المفروض ما الجاش لمتخصص نفسي او طبيب نفسي الا اذا كنت حاسه بحزن او حاسه ان انا عندي مشكله معينه في نفسيتي؟ لا خالص. علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الحيه كلها. يعني علم النفس خاص بالكائنات اللي ربنا خلقها كلها، مش بالبشر بس ولا بالاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه زي ما في ناس مفكره لغايه دلوقتي ان علم النفس خاص بالناس اللي عندهم اضطرابات بس. لا يا عزيزي وعزيزتي، علم النفس مجال كبير جدا جدا جدا، ليه فرع طالع منه وهو فرع علم النفس المرضي اللي خاص بالاضطرابات. ولكن في فروع كتير جدا بنقدر نستخدمها في حياتنا اليوميه، زي علم النفس الصناعي، علم النفس الاسري، علم النفس الايجابي، وعلم النفس الرياضي، علم النفس العصبي، علم النفس النمو والارتقاء، علم النفس الرشد والشيخوخه. طيب احنا في المجالات دي كلها بنعرف ايه او بندرس ايه؟ يلا بينا نكمل بقيه التعريف. التعريف بيقول لنا ان علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الحيه كلها. نركن الكائنات الحيه كلها، نمسك الانسان، احنا هنتخصص في الانسان. فعلم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الانسان. طب احنا بندرس سلوك الانسان ليه؟ وليه سلوك؟ ليه مش نفس؟ هقول لكم ان النفس احنا ما نقدرش ولا نقيسها ولا نشوفها ولا نقدر نمسكها ولا نقدر نلاحظها، ولكن السلوك اللي بيحصل من الانسان هو ده اللي بيقدر يفسر لنا ونفهم عن طريقه الانسان ده نفسه كانت بتوزه على ايه، بالبلدي كده نفسه غرته لايه. فعلشان كده احنا بنلاحظ السلوك، ولما بنلاحظ السلوك بنبدأ نوصفه، وبعد ما بنوصفه بنقدر نفسره، وبعد ما يوصفه ويفسره طبعا هيكون فهمه، وبعد كده يقدر يتنبئ بيه في نفس الظروف او في مواقف تانية مختلفة، ويقدر يتحكم فيه، سواء هيتحكم فيه في ان هو يمنعه او يتحكم فيه في ان هو يعززه لو السلوك ده كويس، سواء سلوكيات ارادية او سلوكيات غير ارادية. وطبعا مش هسيبكم وهشرح لكم النوعين. تعالوا نتكلم عن السلوكيات الاراديه، دي اللي بتحصل بارادتنا. زي ما انا دلوقتي عايزه اصور لكم فيديو يفهمكم معلومه معينه، جيت لبست جهزت الكاميرا ووقفت اتكلمت معاكم، كل ده سلوك ارادي انا مخططه له وبنفذه. في سلوكيات غير اراديه احنا ما نقدرش نتحكم فيها، زي الحاجات اللي بتحصل مثلا، يعني وانا واقفه بحكي معاكم دلوقتي وبشرح لكم جعت فجأة لقيت بطني كركبت وطلع منها صوت كركب. مش احنا بيحصل لنا كل ده؟ ده سلوك غير ارادي ما اقدرش اتحكم فيه، ولا اقدر اقول لبطني اسكتي ما تعمليش كركبه، ولا اقدر اقول لها اشبعي حالا. ولكن السلوك الارادي اللي اقدر اقوم اعمله اني اقوم اروح اعمل اكل واكل. ففي سلوكيات اراديه وفي سلوكيات غير اراديه. من ضمن السلوكيات الغير اراديه في موقف معين، مثلا انا حسيت بالخوف فحصل لي رعشه مثلا في ايدي، او اغمى عليا، او حصل لي عرق غزير، او حصل حاجه انا ما اقدرش اتحكم فيها.
ده سلوك غير ارادي بيطلع من جسمي من غير ما اقدر اتحكم فيه. ولكن لو جرس الباب دلوقتي رن هقدر اقوم واتحرك وامشي واروح اقول مين واشوف مين، ولو عايزه افتح هفتح واشوف مين. ده السلوك الارادي. ففي سلوكيات اراديه وفي سلوكيات غير اراديه. احنا بقى كمتخصصين في علم النفس المفروض نفسر كل السلوكيات دي، ليه الانسان عمل السلوك ده في الموقف ده وليه ما عملش سلوك تاني غيره، وليه ممكن يكون انسان يعمل سلوك معين في موقف وانسان تاني في نفس الموقف ما يعملش نفس السلوك. السلوكيات دي المفروض ان احنا كمتخصصين في علم النفس بندرسها علشان نقدر نفسر ونتنبأ ونتحكم في ايه بقى؟ في مجالات كتير جدا، من ضمنهم المجال الرياضي، ومن ضمنهم المجال الأسري، ومن ضمنهم المجال الإيجابي. علم النفس الإيجابي بيعزز السلوكيات الإيجابية وبندرسها، بنبعد عن أي حاجة سلبية وبنركز على الإيجابي. علم النفس الأسري بندرس السلوكيات في المواقف الأسرية علشان نقدر نعزز السلوك اللي بيخدم الأسرة ونبعد أي سلوك بيضر بمصالح الأسرة. بنقدر نتعامل مع الزوجين أو مع الأسرة ككل. وتعرفوا برضو إن إحنا نقدر نتحكم في الجريمة، يعني نقدر نمنع جريمة قبل ما تحصل، وده عن طريق علم النفس الجنائي. علم النفس الجنائي اللي بيخلينا نقدر ندرس سلوك الإنسان في المواقف اللي فيها عنف أو المواقف اللي ممكن تؤدي لجريمة، وده هنشرحه ونتكلم فيه في الفيديو الجاي. هو علم النفس الجنائي، أول علم هنبتدي نفهمه في القناة عندنا، ونبدأ نفهم النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي علشان نقدر مع بعض نتنبأ بيها ونمنعها ونتحكم فيها، علشان نخلي مجتمعنا مجتمع آمن لينا كلنا. من ضمن مجالات علم النفس علم النفس العصبي اللي بيخلينا نقدر نربط السلوك مع الوظائف العقلية. ليه السلوك ده حصل وإيه اللي حصل في عقل الإنسان في الوقت ده من تغيرات علشان يخلي الإنسان يوصل للسلوك ده، وده برضو هنشرحه كمجال منفصل، وكل فرع فيهم هيفيد كل شخص فينا في الوضع اللي هو فيه، سواء في الشغل أو في الرياضة اللي هو بيحبها أو في يومه مع أسرته أو في المجتمع ككل. علشان كده هنمسك مع بعض الفترة الجاية مجال ونشرحه ونفهم النظريات بتاعته ونفهم هيفيدنا في ايه ونتعلمه ونفسره ونشرحه مع بعض بكل بساطة. فتابعوني، متنسوش بقى تيجوا تشتركوا عندي في أي منصة انتوا بتحبوها، سواء الحمراء أو الزرقاء أو السوداء احنا مش هنقول اساميهم، ولكن انا عامله لكم 3 اماكن. مكان هنتكلم فيه عن النظريات العلميه وهو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، مكان هنطبق فيه كل النظريات العلميه في سلوكنا اليومي عادي وهي قناه اليوميات او المكان الخاص باليوميات. تالت مكان المكان الخاص بشغلي، هنتناقش فيه بقى بكل اريحيه، ولا هنتكلم في نظريات ولا هنطبق ونلعب ونهزر مع بعض، لا هنتكلم وناخد وندي مع بعضينا كده. فعلشان كده استعدوا الفتره الجايه ان شاء الله انا وانتوا هنعمل عمليه توعيه لبعضينا، وانا وانتوا هناخد ايدينا بايد بعض ونطلع لقدام ان شاء الله، ونرجع مصر والمصريين كمكان لانطلاق العلم وكمكان لكل حاجة حلوة. هنبتدي نمحي بقى وننظف كل اللي عدى ده، ونبتدي احنا مع بعض من اول وجديد نبني بكل لطافة وسهولة، واحنا بنتبسط وبنتعلم وبنعمل كل حاجة مع بعض. فمع بعض ان شاء الله هنكون احسن، مع بعض هنمشي لقدام خطوة خطوة. دمتم بخير واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.